هو انا لازم اجيب سرير للبيبي؟ ولو جبته ايه افضل نوع؟ اللي بيتفرد ويتلم، ولا الصغير قوي، ولا الخشب، ولا بلاش اصلا؟ انا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم في عرفتي تربي. نرجع بقى لسؤالنا، هو سرير البيبي مهم؟ من وجهه نظري مهم، علشان يكون في استقلاليه ليكي وللبيبي اثناء النوم. بس اهم حاجه انك تجيبي سرير تستخدميه بجد. طب ايه افضل نوع؟ شوفي، سواء هترضعي طبيعي او صناعي او ميكس، البيبي كده كده هيقوم كل شويه، فاكيد مش هتفضلي رايحه جايه على السرير بتاعه. كده بقى الحل في السرير اللي تضميه لسريرك وهتنزلي جانب من الجوانب بتاعته زي ده، وبكده يكون البيبي نايم في سريره بس في نفس الوقت جنبك، علشان تعرفي ترضعيه وانتي كمان تنامي شويه بقى. السبب التاني اللي بيخليني ارشح لك السرير ده انه بيفضل مكمل معاكي شويه، بمعنى انه البيبي لما بيكبر ونومه ينتظم ممكن تنقليه بنفس السرير في اوضته من غير ما تضطري ان انتي تجيبي حاجه تانية. شاركيني في الكومنتس وقولي لي ايه تجربتك مع سرير البيبي وايه افضل نوع ارتحتي فيه.